ازاي ابدأ اتعلم الماني بارت 2. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن طريقة التعلم عن طريق الكورسات سواء اونلاين او اوفلاين، فلو انت ما شفتش الفيديو اللي فات ارجع شوفه بسرعة وتعالى كمل معانا الفيديو رقم 2. فيديو النهاردة بيتكلم عن التعلم الذاتي، ولو انت ناوي تتعلم ذاتي لازم تتبع معايا الخطة دي. اول حاجة هو انك انت تختار الكتاب اللي هتبدأ بيه رحلة تعلمك للغة الألمانية، وهيكون قدامك كتابين. أول كتاب منشن، تاني كتاب شبيكتاغون. طيب دلوقتي أنا اخترت الكتاب اللي هبدأ فيه، أعمل إيه بعد كده؟ تدخل على اليوتيوب وتبتدي تعمل سيرش وتدور على مدربين بيشرحوا الكتب دي عشان يقدروا يسهلوا عليك عملية التعلم. خطوة رقم 2 انك انت تدعم الكتب دي بكتب قواعد، وهرشح ليك سلسلتين كويسين جدا هيساعدوك خلال عملية التعلم. اول سلسلة هي سلسلة كتب جراماتيك اكتيف، وطبعا هتجيب منها مستوى A1 لانك انت لسه بادئ، او سلسلة كتب A جراماتيك. طيب انا مش قادر اذاكر من الكتب ديت، ممكن اعمل ايه؟ برضه هقول لك ممكن تدخل على اليوتيوب وتكتب شرح قواعد المستوى الأول من اللغة الألمانية، وتكتب بين قوسين قواعد، أو تكتب جراماتيك A1 وهتلاقي شروحات كتيرة جدا موجودة. خطوة رقم 3، إزاي أذاكر الليكتسيون أو الدرس بتاعي؟ إحنا بنقسم الدرس عندنا ل3 حاجات. أول حاجة الفورتشيتس، تاني حاجة الجراماتيك، تالت حاجة عندنا الكوميونيكاسيون. مثلا أنا خدت عندي في الكلمات كلمة دويتش، وخدت كلمة مونتاج، وخدت عندي في القواعد فعل هابن، وخدت حرف الجر فأنا دلوقتي قادر إن أنا أكون جملة بتقول Ich habe Deutsch am Montag. دي كده أنا استفدت من الكلمات إن أنا قدرت أعمل جملة. الهدف بعد كده انك انت بعد ما عملت جملة انك انت لما حد يسألك سؤال تقدر تجاوب. يعني مثلا لما يجي حد يقول لك Was hast du am Montag؟ فانت تيجي تقول له ايه بقى؟ Ich habe Deutsch am Montag. يبقى احنا عملنا حلقة وصل بين الكلمات والقواعد والمحادثات. اخر حاجة بقى لازم تهتم بال4 مهارات بتوع اللغة الأساسية، وهم hören, sprechen, lesen und schreiben. ودي إن شاء الله هنتكلم عنها في فيديو لوحدها. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير، والمعلومات أكتر تقدر تتابعني على كل المنصات.